هذا اسمه محراث عبد الله، جارنا كفيل ان شاء الله ويعرفون هسه يسمعوني يعرف لسه عدل الرجال. هذا قاعد على قمه جبل، على قمه تله، هجموا علي 30,000 ايراني، ما طلع واحد من عندهم. 30,000 وادي ذبحها ذبح. هاي حاطين له رباعيتين واجوا بنص الوادي ما يدرون هجوم يريدون بالشيب، ما خلى ذبح نص الجيش من 10,000 15,000 قتل، ما قدروا يوصلون لي. وحكيت لكم عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه، من اجل هذا بالقهوه كان الشيخ البهائي حاط عصافير ياكل بيهن، عصافير ياكل بيهن. يضحك علي ابو القهوه قال له طير لي ذن العصافير، قال لي هيك الشيخ البهائي طارا وهن ماكولات ما مذبوحات قاعد ياكل بيهن. يلتفت علي اليد القحذيه يقول لي يا هذا انت استخدمت هذا العلم، كيف لو كنت تملك ما املك؟ قال له ومن تملك؟ رمى السندانه مالته هاي الكاكوشه صارت ذهب، وارجع العصافير الى محلهن مذبوحات. هذا البهائي بهذا علمه والدنيا قالبها، صار هالكبرى امام الحداد. قال والله لدي من العلم ما يرهقك ويرهق من علمك، وعافى وراح، وهذا البهائي مشلب فيه.